اهلا بيكم. وصفه النهارده من الوصفات السهله والبسيطه جدا. هنعمل خبز للسحور. مش ممكن اوصف لكم الجمال ولا الطعامه اللي فيها الخبز بتاع النهارده، يعني هتشوفوا الفيديو وتقوموا تنفذوه حالا. شايفين الجمال والهشاشه؟ كل قطمه كده تاخدكم كده لعالم من السعاده. هشه وطريه جدا. كمان عجينه النهارده تنفع لجميع انواع المعجنات اللي احنا بنحبها، وكمان البيتزا. لو انتوا اول مره تشوفوني فانا نهى. اتمنى ان انتوا تشتركوا في قناتي ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا نسمي بسم الله ونبدا في وصفتنا. لطبق غويط كده هضيف كوبايه من الميه الدافيه، كوبايه من اللبن الدافي. ممكن استعمل كل الكميه ميه او كل الكميه لبن، مفيش مشكله. ونص كوبايه من الزبادي او الروب على حسب ما بتقولوا عليه. هضيف كمان معلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره ونص من الخميره الفوريه، كمان معايا معلقه كبيره من الخل الابيض تدي هشاشه حلوه جدا للعجينه بتاعتنا، معلقه صغيره من البيكنج باودر، تكون المعلقه بتاعتكم مليانه، نص كوبايه من الزيت النباتي. ممكن نستعمل زيت الزيتون لو متوافر، مفيش اي مشكله، وطبعا على حسب رغبتكم. بخلط كل المكونات مع بعضيها كويس جدا لحد ما تختلط وتدوب كويس، والسكر يدوب والخميره تدوب معاكم كويس جدا. لو انا مش متوافر عندي زبادي مفيش اي مشكله، ممكن استبدلها بنص كوبايه من اللبن السائل، مفيش مشكله. وبعد كده بضيف معلقتين كبار كمان من السكر. ده مخصص للخبز بتاع النهارده، لكن لو هتستعملوها للمعجنات الاخرى ما تضيفوش معلقتين التانيين من السكر. كمان بضيف كوبايتين من الدقيق واخلطهم مع بعض كويس جدا لحد ما احصل على عجينه ناعمه جدا معايا، وبغطيها بستريتش او بكيس من اكياس التلاجة او حتى بغطا او صينيه، واسيبها لمده 10 دقايق لحد ما المكونات كلها تتفاعل مع بعضيها ويتضاعف حجمها بالشكل الحلو ده. بعد 10 دقايق بنشيل الاسترتش من عليها. شايفين؟ دي اول تخميره ليها. بعد كده بضيف حوالي 4 كوبايات ونص من الدقيق. الكوبايه اللي انتوا هتعايروا بيها عايروا بيها جميع المقادير علشان العجينه تنجح معاكم. كمان بنضيف معلقه صغيره من الملح. بخلط كل المكونات كده بسباتيولا او معلقه او حتى بايديا، مفيش اي مشكله، لحد ما المكونات كلها تختلط مع بعضيها. لو عندي عجان استعمله مفيش اي مشكله. خلطت كده كل المكونات مع بعضيها بالشكل الحلو ده، خلاص ما عدناش مستعملين السباتيولا ونبدا ان احنا نعجن بايدينا او بالعجان. العجينه بتلزق، محدش يقلق ابدا يا جماعه. عجينه النهارده نجاحها ان هي تكون بتلزق بالشكل الحلو ده. شايفين الجمال؟ فضلت اعجن فيها لمده 10 دقايق. رحت كده شلت ايديا وغسلتها ورجعت تاني، مسحت ايديا مسحه زيت ولميت العجينه. بعد كده بجيب طبق نضيف تاني وبمسحه مسحه زيت كويسه كده، يعني حوالي معلقه كبيره بمسح بيها الطبق كويس. وبعد كده بجيب العجينه واحطها تاني في الطبق. شايفين العجينه بتلزق خالص ازاي؟ ده سر نجاح الخبز بتاع النهارده. بغطيها وبسيبها حوالي ساعه الا ربع لساعه على حسب المكان عندكم، ونسيب العجينه تخمر ويتضاعف حجمها. شايفين ما شاء الله؟ دي بعد ساعه اللهم بارك. الجو كان حر عندي فما شاء الله العجينه اختمرت واتضاعفت بسرعه، يعني ساعه بالظبط ما شاء الله كانت بالشكل القمر ده. ممكن تاخد معاكي ساعه ونص، ساعة على حسب الجو عندك. ما شاء الله شايفين الخطوط بتاعتها؟ الجلوتين بتاعها مظبوط جدا، وما شاء الله العجينة ناجحة اللهم بارك. بتلزق في ايديكم مفيش مشكلة، مسحة زيت بسيطة جدا لايدينا والعجينة هتكون ماشية معانا كويس قوي. مسحت السطح اللي انا هشتغل عليه بمسحة زيت بسيطة جدا، وحطيت عليها العجينة ولفتها على شكل اسطوانة بالشكل الحلو ده، وبدأت ان انا اقطعها ل4 قطع. ممكن تقطعوها لقطع اكتر من كده لو حابين حجم الخبز يكون اصغر من اللي انا عملته. ممكن نقطع 8 كور مفيش اي مشكلة، او نقطعهم 6 مفيش مشكلة، على حسب ما بتحبوا قطعوهم. انا ما شاء الله عملت معايا 4 أرغفة، كانوا بالنسبة لي حلوين جدا وكان مقاسهم حلو قوي. خلاص كده كورتهم كويس جدا ولفيتهم وغطيتهم كده بستريتش او بكيس من اكياس التلاجة علشان الوش بتاعهم ما ينشفش. هسيبهم 10 دقايق يرتاحوا بس كده، وبعد كده بنرجع لهم نشتغل فيهم على طول. معايا صينية فردت فيها ورقة زبدة او صينية تكون مدهونة زيت، بس مسحة زيت بسيطة جدا. لو مش متوافر عندي ورق زبدة مفيش اي مشكلة، ببدأ ان انا افرد فيهم كرات العجين. بعد ما استريحوا طبعا هيتفردوا معاكم بكل سهولة. سمك العجينة طبعا هيكون سميك، ما يكونش رفيع قوي، يعني حوالي 2 سنتي 3 سنتي. شايفين ما شاء الله؟ بعد كده بغطيهم واسيبهم يستريحوا تاني وكمان يتضاعف حجمهم. اهم حاجة انا لازم اغطيهم علشان وشهم ما ينشفش معايا. بغطيهم بقى بكيس تلاجة واحط عليها فوطة، مفيش اي مشكلة.
شايفين الجمال؟ الصينيه التانية فردتها بدون ورقه زبده، كنت مسحاها مسحه زيت بسيطه جدا وفردتها بشكل طولي بالشكل الحلو ده. ممكن طبعا تعملوها على شكل دائري، مفيش اي مشكله. لخليط الدهن بقى معايا صفار بيضتين، عليهم معلقتين كبار من الحليب السائل، ومعايا معلقه صغيره من الخل او حتى نص معلقه صغيره من النسكافيه بدل الخل، مفيش مشكله. بخلطهم مع بعض كويس جدا وكده الخليط جاهز معايا. ما شاء الله الخبز بتاعي اتضاعف حجمه، انا سبته حوالي ربع ساعه. ما شاء الله ما شاء الله، شايفين؟ حلو جدا. دلوقتي ابدا ان انا ادهنه بخليط البيض. الناس اللي ما بتحبش بقى البيض ممكن نستغنى عنه تماما. هنجيب ربع كوبايه من الميه، عليها معلقه صغيره مليانه من اللبن البودر، معلقه صغيره مليانه من السكر. هخلطهم مع بعض كويس وهدهن الخبز بتاعي، وكمان هستنى دقيقه وارجع ادهنه تاني علشان اللون بتاعي يكون ثابت لما يدخل الفرن. وبعد كده باطراف اصابعي هبدا ان انا اعمل شكل في العجينه بتاعتي. اول حاجه شكل دائري، وبعد كده بعملهم على شكل مربعات بالشكل القمر ده. هتشكل معاكم بسهوله جدا لان ما شاء الله العجينه ارتفعت وكمان اتضاعف حجمها. شايفين؟ هتشكل معاكم، مفيش اسهل من كده. وطبعا ممكن تشكلوها زي ما تحبوا، مفيش مشكله. حطيت على الوش شويه من حبه البركه، بيدي شكل حلو جدا وكمان بيعلي القيمه الغذائيه بتاعه الخبز بتاعه النهارده. طبعا بدات ان انا اوزعه كده بشكل حلو على الخبز عشان يطلع شكله حلو وكمان الاطفال تكون حباه. شايفين شكله حلو جدا ازاي؟ لو عندي طبعا سمسم ممكن احط، مفيش مشكله. انا حطيت كمان شويه من السمسم، لو مش حابين تضيفوا اي حاجه مفيش اي مشكله، ده طبعا يرجع لذوقكم. شايفين الجمال؟ عملت برضو الرغيفين التانيين بنفس الشكل، فردتهم وعملتهم بنفس الشكل الحلو ده. لو لسه مكملين الفيديو لحد دلوقتي انزلوا واكتبوا لي في الكومنتات بتتابعوني منين، وكمان جربتوا ايه من وصفاتي. تعالوا بقى نتكلم على طريقه التسويه اللي هتطلع معاكم الخبز بالنتيجه الرهيبه دي. اول حاجه بسخن الفرن قبل ما الفطاير بتاعتنا او الخبز يدخل بحوالي 10 دقايق، عشان الفرن لازم يكون سخن جدا. بدخله على درجه حراره عاليه، يعني بشغل الفرن على درجه حراره 200، بدخلها في الرف الاوسط على الشبكه، الفرن شغال من تحت بس لحد ما تاخد لون حلو من تحت وكمان تبدا تلون من فوق. بطفي الفرن من تحت واشغل الشوايه مع المتابعه والف الصينيه من وقت للتاني لحد ما تاخد اللون الرهيب ده. اول بقى ما تطلع من الفرن بدهنها مسحه سمنه او زيت، وبعد كده بغطيها فوطه تقيله واسيبها لمده 10 دقايق، وده بيديني افضل نتيجه ليها. مده التسويه حوالي من 20 ل 25 دقيقة وبتطلع بالنتيجة الرهيبة دي. بعد كده بتتقطع وتتقدم، وبألف هنا وصحة على قلبكم. ما شاء الله خطيرة، لازم تجربوها وتقولي رأيكم في الكومنتات. باي.